مساء الخير. جمعة مباركة. اليوم رانا الجمعة 26 يناير، الساعة 5 بتوقيت مكة، 3 بتوقيت الجزائر. علاش ذكرت التاريخ والتوقيت؟ حتى نضع هذا الفيديو في سياقه. إلى حد الآن الساعة 5 زوالا بتوقيت الدوحة لم يحدث أي شيء في ما صار يسمى بقضية جمال بالماضي مع وليد صادي. حبيت نعمل هذا الفيديو باش نحطكم في صورة المعطيات، بعيدا عن الأحكام وبعيدا عن المشاعر والعواطف التي نكنها للجزائر أولا، للمنتخب الجزائري ثانيا، لجمال بالماضي ولرئيس الاتحاد ولكل من له علاقة بالمنتخب الجزائري. نحكي لكم القصة بالتقريب يعني، وإذا لم يكن هناك كلام صحيح فهو لم يكن صحيحا من المصدر، ولكن حاولت أنني نجمع الكثير من المعلومات ونربط بينها ونوصل إلى هذه الخلاصة، حتى نحط الناس في الصورة من دون أن نلقي أحكام على الناس أو حتى على نواياه. الجزائر مع جمال بالماضي حققت كأس أفريقيا 2019، رجعنا من بعيد، حققنا نتائج طيبة، خرجنا في كأس أفريقيا في الكاميرون، خرجنا من التأهل إلى كأس العالم، خرجنا من كأس أفريقيا في كوت ديفوار، يعني أنه بالماضي نجح وفشل. بعد نهاية المباراة، بعد الخسارة في غرف جمال بالماضي حسب بعض المصادر خبر اللاعبين تاعو، قال لهم بأنه أنا خلاص سأغادر، أنا عارف بأنه في البعض منكم سيغادر بحكم السن، ونتمنى إن شاء الله للشباب اللي طالعين أنهم يكونوا في مستوى التطلعات في المستقبل. خرجوا من غرف الملابس في الليل، التقى رئيس الاتحاد مع جمال بالماضي واتفق على أنه يكون فيه طلاق بالتراضي، يعني تجنبا للإقالة وتجنبا للاستقالة، كلاهما أو واحدة منهما ليست في صالح ممكن طرف وطرف آخر، فطلاق بالتراضي في مثل هذه الحالات احتراما أيضا لجمال بالماضي هو أفضل حل يكون ودي بين الطرفين. فتم الاتفاق. بعدين شفنا النرفزة والغضب الجماهيري في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في كوت ديفوار، في الجزائر. جمال فهم، وليد صادي فهم، واحنا كلنا فهمنا بأنه خلاص تقريبا انتهى الأمر يعني. فوليد صادي اتفق كذلك مع كل الطاقم الفني على توقيع نهاية العقد، أنا أظن بأنه ينتهي العقد بينهما يوم السبت. التحق الجميع بمقر الاتحادية، كل الطاقم الفني مع جمال بالماضي، في حضور جمال بالماضي. الطاقم الفني المرافق هم 5 أشخاص لجمال، وقعوا على حصول على شهرين كتعويضات مقابل مغادرة المنتخب الجزائري. وبعدين طلعوا ال5 شباب اللي كانوا مع جمال بالماضي. بقي جمال بالماضي، فبدا بأنه تراجع عن رأيه وعن موقفه، قال أنا لا أريد أن أذهب، وإذا أردت أن أرحل يجب أن تدفع لي كل مستحقاتي. وليد صادي جدد المقترح الأول، قالوا أنا مستعد نعطيك 3 أشهر من مستحقاتك، يعني حوالي 624 ألف يورو، ويتم الطلاق بالتراضي من دون إقالة ومن دون استقالة، حفظا لماء الوجه. جمال بالماضي قال لا، أنا تعطوني كل مستحقاتي كاملة وإلا نكمل. ما قالش بالمعنى الصريح وإلا نكمل، وإلا لا. فأعطوا لبعضهم البعض مهلة لمدة 24 ساعة. وليد صادي قال له أنا هذا هو المقترح تاعي، نعطيك 3 أشهر، ما عنديش الأموال باش نعطيك 7 مليون دولار، يورو عفوا، وما عنديش الصلاحية أنه نعطيك 7 مليون يورو نعوضك 3 سنوات راتب، لأنه أنا لم أطردك ولم أقلك من منصبك. فلحد الآن لغاية الساعة 5 لم يرد المدرب جمال بالماضي على وليد صادي، فبقي الأمور إن شاء الله ممكن إلى غاية غدا السبت سيكون هناك جديد. صراحة من وجهة نظري أنه جمال بالماضي لا يمكنه الاستمرار.
لا يمكنه الاستمرار، ليس لأنه مدرب فاشل، لكن لأنه أمر ما تكسر، لأنه فقد ثقة لاعبيه، ولأنه فقد ثقة العشاق والمناصرين. هذه أحكام الكرة، نعم قاسية، ولكن هذه أحكام الكرة. نعود نقول بأنه بغض النظر عن قيمته، نتكلمش على شخصه يبقى محترم إلى يوم الدين، نتكلم على قيمته الفنية كمدرب. أكد جمال بالماضي بأنه عنده قدرات وعنده إمكانيات، وأكد بأنه عمل اللي عليه مع المنتخب، وصل لمرحلة وين صار مش قادر على العطاء أكثر. ونتمنى أنه يكون فيه طلاق بالتراضي لكلا الطرفين، لأنه نعود نقول ونكرر بأنه لو تمت إقالته من حقه أن يطالب بمستحقاته. ما دام أنه لم تتم إقالته وهو الذي أعلن، مش أعلن علانية للاعبين ولوليد صادي بأنه لا يريد أن يكمل، فهنا لا يستحق المستحقات. وبعدين قوانين الفيفا اليوم الجديدة تلزم الاتحادات عند فسخ عقد أي مدرب بأن تعوضه 6 أشهر ليس أكثر. وبعدين لو يذهب جمال بالماضي إلى الفيفا، الأمر سيكون مش ولا بد مش لائق بالنسبة إليه وبالنسبة لنا. وأتمنى أن لا يذهب إلى الفيفا ويشتكي باتحادية قدمت له كل شيء، وبجمهور قدم له كل شيء، وببلد قدم له كل شيء على مدى 5 إلى 6 سنوات. أي نعم هو كذلك بالمقابل قدم، ولكن المقابل هذا لم يكن من دون مقابل، كان من دون مقابل، وهذا عادي وطبيعي ومن حقه. ونعود نقول بأنه الحديث عن عقد معنوي مع الشعب تجاوزه الزمن. واحد اللي عنده عقد معنوي لما يكون منتخب من قبل الشعب عنده عقد معنوي من دون مقابل، أما اللي يكون عنده مقابل فعنده عقد مادي. معنوي قد نزيدوه، ارتباط وعاطفة وبلد، أوكي قد نضيفه، ولكن من حقه جمال بالماضي أنه تكون عنده راتب، تكون عنده حقوق، ويفاوض ويناقش مثل ما شاء. ومن حق الاتحادية أيضا أن تدافع على مصالحها. ربما هنا العيب على من وقع أول عقد لجمال بالماضي في 2018 بذلك الشكل من دون أهداف، والعيب على من جدد لجمال بالماضي العقد من دون أهداف ومن دون شروط إضافية، بل جدد له مع إضافة، مع زيادة في الراتب رغم خروجنا من كأس العالم 2022 في قطر. أنا لا أريد أن أعود للأخطاء المرتكبة سابقا، كل واحد يتحمل مسؤولياته أمام القانون وأمام التاريخ، ولكن للتاريخ نقول بأنه جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري انتهى زمنه للأسف الشديد له وللكرة الجزائرية. كان ممكن يزيد ويروح لكأس العالم 26 لو على الأقل تأهل إلى الدور الثاني من كأس أفريقيا، ولكن يبدو عليه بأنه خلاص وصل لمرحلة لم يعد باستطاعته الانسجام مع الوضع الجديد والتأقلم والتحكم في كل شيء محيط به والتعامل مع كل شيء يحيط به. وهذا طبعه، وهو ولدنا ويبقى ابن بلدنا، ولا نتنكر لما فعله، ولكن عندما يتعلق بمنتخب الجزائري وبالجزائر فهذا يصبح أولى. نتمنى إن شاء الله أنه الحكمة تتغلب والعقل يتغلب على جمال بالماضي وعلى وليد صادي، ويتم الطلاق بالتراضي، لأنه تقريبا سي كونسومي صعب جدا. يقدر رئيس الاتحاد يقول للمدرب مثلا، يقول له خلاص أوكي أنا من لن أقيلك، تفضل كمل إذا كانت تكمل. هل يستطيع جمال بالماضي أن يكمل مشواره في ظل هذه الأجواء المشحونة الموجودة؟ هل يستطيع أن يقابل لاعبيه في شهر مارس المقبل ويتحدث إليهم ويشرف عليهم ويقودهم في المباريات؟ أعتقد بأنه سيكون الأمر صعب وصعب جدا. نتفاهم الظروف النفسية اللي مر بها جمال بالماضي، ولكن أتمنى أن يتفاهم جمال بالماضي ظروف والضغوطات اللي يعاني منها رئيس الاتحاد، والظروف النفسية اللي يعانوا منها الكثير من العشاق والجماهير بعد مش فقط الخسارة والإقصاء، بعد الخسارتين والإقصاءين، بل 3 خسائر و3 إقصاءات في ظرف سنة واحدة تقريبا. هذا هو، حبيت نحطكم في الصورة. إلى غاية الآن الجمعة 26 يناير الخامسة بتوقيت مكة الثالثة بتوقيت الجزائر، ليس هناك جديد في وقت. وليد صادي مطالب بأن يبدأ اتصالاته مع المدربين حتى لا يضيع الوقت، لأنه عندنا موعد في شهر مارس المقبل. معلومة اللي نعطيها ممكن، وأنه كان فيه كلام عن زين الدين زيدان،
كان فيه تواصل صحيح مع زين الدين زيدان، وزين الدين زيدان قال بالحرف الواحد: أنا سامحوني عندي مشروع آخر أنا بصدد تحضيره، ومع ذلك إذا احتجتوني في أي مساعدة فأنا موجود لأن هذا بلدي. هذا الكلام اللي قاله زين الدين زيدان: سامحوني عندي مشروع أنا بصدد تحضيره، مشروع مع نادي ولا مع منتخب ولا حاجة أخرى، وإذا قدرت نساعدكم بأي شكل من الأشكال فأنا مستعد لكي أساعد بلدي. فصفحة زيدان طويت، بقى كلام عن فايدالي لوزيتش، عن إيرفي رونار، عن سان باولي الأرجنتيني، عن بيتروفيتش كذلك. الخيارات كثيرة ومش كثيرة يعني، لأنه تخضع لمعطيات. كاين ناس متردة، وكاين ناس متخوفة، وكاين ناس متخوفة متردة ليس خوفا من الفشل، لا، متردة ومتخوفة من الضغوطات الكبيرة اللي يعيشها المنتخب الجزائري اليوم من هذه المرحلة الانتقالية التي تتطلب واحد صنديد، يعني واحد قوي يقدر على التحمل الظروف الجاية، ولو أنه تبقى ظروف تاع كرة على كل حال. هذا واش حبيت نقول، مع خالص الاحترام والتقدير لجمال بالماضي وللطاقم الفني تاعو على كل الجهود، ولكل اللاعبين على الجهود المبذولة. ولكن حاب نأكد في الأخير بأنه قد يكون هناك عقد معنوي إضافي، ولكن العقد في الأساس هو مادي. جمال بالماضي اليوم من حقه خدا من 2018 لليوم أكثر من 12 مليون يورو كرواتب، زايد عقده مع موبيليس اللي مازال ساري. جمال بالماضي يطالب ب7 ملايين يورو للجزائر، اللي كان فيها الفضل المتبادل، حتى لا أقول فضل الجزائر كان عليه فقط فضل الجزائر، لا، الفضل كان متبادل، وهذه بلادنا. وأدعو مرة أخرى إلى مزيد من الحكمة ومزيد من التعقل، ويبقى كل واحد بقدره وشانه، لأننا خاوة جزائريين وما نحب على بعضنا البعض، ولا نريد لجمال بالماضي أن يستقيل، ولا نريده أن يقال. نريد أن مش نريد، لا، نتمنى أن يكون هناك طلاق بالتراضي بين الرجلين. سلام.